حياكم الله جميعا ومرحبا بكم. اخواني اخواتي، هذا المقطع ارجوكم مشاركته ضروري، واتمنى ان يكون به محل نقاش ومشاركه، لانه كل شيء جاي انشره يبلغون علي ويحضروني. خلينا نسمع ونشاهد. يعني شنو يتعدى علي ابوي؟ شنو نوع التعدي؟ يعني كان ينزعني ملابسي وانت عمرك 9 سنوات؟ وعمري 9 سنوات. حكيت لاخويا، نزمنا لامي، رحنا لامي قلت لها ماما بابا هيك اللي يسوي بي. امي ما صدقت، قالت انه الاب ماكو داعي تكذبين، ابوك ما يسوي هيك. ما كان عندي دليل. رجعت يم ابويا لحد العمر 13 سنه. انا جدي شال غشاء البكاره مالتي بالتخدير. وحده يعني شنو بال 13 سنه جدي شال غشاء البكاره؟ زين قبل الغشاء البكاره، قبل لا اشيله كان بابا يتحارش بس اني ما اخليه انهزه، شلت من البيت. الاب الجد ايش دخله بالموضوع؟ لانه جده هم يتحارش بيه. انتوا عايشين نفس البيت؟ اي احنا عائله كامله نفس البيت ابوك وجدك. زين يعني قبل بيوم وليله الجد فض غشاء البكاره؟ لو شنو اكو مقدمات؟ لا جدو كان يطلب من عندي هذا الشيء. شلون يطلب؟ يعني يجي يحكي وياي يقول لي اليوم نامي بمكان وحدك ولبسي دشداشه ولا تلبسين شيء جواها. جدك؟ اي يقول لي هيك يسوي. انا كنت اخاف اروح انام بغير مكان. اخر مره عمتي هي اللي شافته. زين جدك من قال لك فلان المكان صيروا البسي دشداشه؟ زين ما رحتي قلت لابوه؟ رحت حكيت، قلت له ترى هذا ايش قاعد يقول؟ انا مو تدري ليش ما حكيت على موضوع جدي؟ لان حكيت لهم قبل على موضوع ابويا، ما حد كان يصدق بي، يقولون ما عندك دليل، احنا ما نصدق بيك. زين حياكم الله ومرحبا. هل هذه الحالات لها وجود أم لا؟ حتما لها وجود، لأنها حالات شاذة موجودة في كافة المجتمعات، ليس في العراق فحسب، موجودة في كل أنحاء العالم. ولكن هذه الحالات الشاذة ممكن أنه في المليون تجد حالة. طيب شنو السبب الرئيسي اللي صار الإعلام دائما أن يطلعها، وبالخصوص بعض الإعلاميين منهم هذا النكرة اللي هو نزار الفارس؟ وين الحكومة وين هيئة الإعلام والاتصالات من هذا نزار الفارس اللي طيح حظ الإعلام، اللي طيح حظ هذا البلد، اللي مجرد هو آلة مأجورة عند بعض الأجهزة المخابراتية اللي يقولون له أنه اظهر هكذا حالات؟ هسه هل يوجد هناك دليل على أنه هذا النكرة يخرج لنا هذه الأشياء القذرة المقرفة؟ نعم أكو. لما تتصل إلي بنت وتقول لي أنه نزار الفارس يقول أكو حالة هكذا موجودة، لكن صاحب الحالة ما يريد يطلع يحكي يتكلم، أنا أعطيك 200 دولار ورقتين وتطلعين معاي. شنو الهدف من وراءه؟ ما الهدف من وراء نزار الفارس؟ أنه هاي الأسئلة اللي كاتلته. ليش دائما هذا العفن اللي ما عنده ذرة احترام ولا أخلاق دائما يتناول هذه المواضيع؟ ليش ما سألنا أنفسنا؟ ما سألنا هذا اللي بأمريكا اطلعوا لنا هذه القصص. طيب الرسالة من وراء هذه القصة شنو؟ لما تظهر هذه البنية أو غيرها نريد نقول حقيقة، شنو الرسالة من عندها؟ أنه نسمع هالقرف، نسمع هالانحطاط، نسمع هالجروح هذه اللي ما إلها علاج. لك أنت ما تخاف من الله؟ هسه الله عوفة. الحكومة وين راحت عنك؟ هيئة الإعلام والاتصالات اللي صدعت رؤوسنا وينها؟ طيب أنت ضميرك، شرفك، أخلاقك، أمك، أبوك، عشيرتك، لك أنت من أي ملة، من أي بشر؟ أنت همك الأول والأخير شلون تسقط المجتمع العراقي؟ الأجور اللي جاي تاخذها مقابلها تسقيط المجتمع العراقي بس، لا أقل ولا أكثر. هذا رسالة
أبعثها إلى الحكومة العراقية، أبعثها إلى الشرفاء، تلاحقوا ما بقى من أخلاق المجتمع. نزار الفارس وغير نزار الفارس يريدون الإطاحة بأخلاق المجتمع. تلاحقونا يا أخي، تلاحقونا، الحقونا من نزار وغير نزار. هذا رسالتي، وأتمنى منكم مشاركة المقطع أو التعليق لأنه جاي يبلغون عليه. شكرا لكم.